بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وسهلا اهلا بكم واهلا بحزب الوفد واهلا برجاله الوفد. واللي كان بيتكلم ده اخويا متربي معايا اكيد الشارع ده وهو مع بعض، بس هو ليه دماغ وانا ليه دماغ وكده دماغه وضبعي. انتوا على راسنا من فوق وحزبكم ممتاز وحزب محترم، بس احنا الستة عايزين نكمله انه مش مرة كنا وتسكتوا. هم بيقولوا حزب الوفد ده كرتوني، احنا عايزين ننزل فكرة بتاعت حزب الوفد ده كرتوني، عايزين نبقى حزب باين وظاهر للساحة. احنا منطقة شعبية وهو زي ما قال اخويا حسن اللي زعل مني، احنا اول مرة نشوفه هنا. احنا عايزين كل 10 ايام وقت من عند حضراتكم يجينا هنا. احنا مش ناس وحشين، احنا سعيدين وبنحب الرجال ومش هنختلف مش هنختلف. وبعدين ليا سؤال لحضراتكم، هل رئيس حزب الوفد سيد البلد طبعا جمعية القرار الوطني ولا شكرا قبل السيد يجيب على هذا السؤال. هو انا بوجه كلمتي دلوقتي لكل اهل الشيخ، اهل الشيخ. احنا لما اتكلمنا انا وزملائي اعتقد ان ما فيناش واحد اخطأ اي حد. احنا كلنا ناس مسلمين بنصلي وبنصوم وحاجين بيت الله وبنزكي ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. كلنا مسلمين وكلنا بنحترم الاسلام وكلنا بنحترم الاخوة المسلمين. احنا كحزب جايين نقول لكم احنا بننكر هنا علشان نساعد مشاكلكم، ولكن احنا مش جايين علشان نكون سبب ان تبقوا منكم اختلفوا مع بعض او يكون هناك اي اختلاف مع بعض. سيظل كل انسان مسلم، سيظل كل انسان دار لاخيه المسلم، وكل واحد فينا جنب الثاني وكل واحد فينا مع الثاني عشان نبني البلد دي وعلشان نطلع بيها من ازمتها ونخليها دولة عظمى. احنا النهارده بنقول لكم كل واحد فينا لازم يخدم مصر بطريقته، بس عشان نقول ان مصر لكل المصريين، علشان نقول ان مصر بلد واحد بلد حضارة، مفيش حاجة اسمها جبهة خراب وطني ومفيش حاجة اسمها جبهة خراب وطني ومش هيكون حد ابدا بيفكر في خراب البلد دي. انا يوم احس ان انا هخرب البلد دي هموت نفسي قبل ما اخربها، هنزعل قبل ما اعمل فيها اي حاجة وحشة، لان احنا كلنا بنشرب من اليمين ده وكلنا عايشين على الارض دي وكلنا عايشين تحت السماء دي وكلنا بنوحد اله واحد رب العالمين. احنا مش بنفرق بين حد وحد. انا لما بحب بلدي انت بتحب بلدك، انت بتخدمها بطريقتك وانا بخدمها بطريقتي، محدش فينا مختلف مع الثاني. احنا لو مختلفين في حاجه بنقول مختلفين في حاجه واحده. يا بيه يا بيه عشان تبقى فاهم هقول لك سعادتك انا واضح في كلامي يا بيه، انا واضح في كلامي. احنا كنا متحالفين بعد الثوره مباشره مع الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله وحزب الوفد وحزب النور والمطلع وجميع الاحزاب الحربيين كانوا عاملين فيها حاجه واحده. احنا النهارده جسد واحد يا جماعه، لازم
هو حاجة، هو وثيقة الأزهر اللي اتمضت آخر مرة مضى عليها مين؟ مضى عليها حزب الوفد، ومضى عليها حزب النور، ومضى عليها حزب الوطن، ومضى عليها حزب الحرية والعدالة. يعني احنا كلنا يا جماعة متفقين، مفيش حاجة اسمها استعباد. انت شايف النهارده شوية مواد الدستور عايز تحدلهم، هو شايف ان هم ما يتحدلوش دلوقتي، يتحدلوا كمان 3 سنين او يتحدلوا كمان 2 سنين. دي مش هي المشكلة الكبرى. احنا المشكلة الكبرى اللي احنا بنتكلم عليها النهارده ازاي احقق لك الامان، ازاي احقق لك الامن الغذائي، ازاي احقق لك الصحة المحترمة. هو ده الكلام اللي احنا عايزين نتفق عليه. اتفضل.